دكتور، أليس ها هنا أحد؟ دكتور مارش. من هناك؟ أنا بروس واين، هل تذكرتني؟ اتصلت بك أمس. نعم تذكرت، ما هي مشكلتك؟ لقد شرحت. أجل اتبعني. شكرا على هذه الحفاوة. تبرعك ب1 ملايين لا يعني أنك أصبحت تمتلك الحقيقة. قل بسرعة ماذا تريد؟ حاضر. سمعت صوتا مصدره المدخنة، وعثرت على هذا في موقد الفارغ كأنه شعر. أريد أن أعرف ما إذا كان خفاشا أو لا. وماذا لو كانت خفافيش يا سيد واين؟ هل تريدنا أن نبيدها؟ الخفافيش ليست حشرات كما تظن، ولن أقتلها. لقد أضعت من وقتي الكثير يا سيد، هل هذا واضح؟ أبي لا يقصد الإهانة أبدا يا سيد بروس. أكيد يا آنسة. سيدة، وبالأحرى دكتورة فرانسين لانجسترام، لقد تحدثت إلى زوجي على الهاتف. آسف يا سيد واين، فقد تأخرت. أنا كيرك لانجسترام. هل أحضرت معك العنصر؟ قدمته للدكتور مارش. أين ذهب؟ ربما ذهب ليبدأ بتحليله. على كل سنعلمك بنتائج التحليل في المساء. كان أبي على وشك إلقاء محاضرة خفاشية علي. محاضرة خفاشية؟ إنه يحبها ويهتم بحماية الخفافيش بمختلف أنواعها. إنه رجل غريب حقا. تصور أنه لا يسمح بإهانتها. أقدر هذا. هناك شيء آخر، تسجيل لأصوات أسمعها في مدخنتي. لا أعتقد أنه يشبه صوت الخفاش. لدى المختصين بسلوك الحيوان مكتبة أصوات، وقد يستطيعون مساعدتنا. دع الأمر لنا. شكرا لكما.